اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، مساء الورد عليكم وعلى القمر اللي هنعمله مع بعض النهاردة. بس قبل ما نتكلم في اللي هنعمله بحب أشكر ال3 4 اللي مقومين القناة، بشكرهم شكرا جزيلا. ولو سمحتوا يا جماعة زي ما بقول لكم في الكام فيديو اللي فاتت، ما تخلوش الفيديو ده يموت زي اخواته، تمام؟ فياريت تعملوا له لايك، ولو امكن شير وتعليق ان شاء الله، حتى قلب مش هتخسروا حاجة، يعني ايديكم مش هتوجعكم لو عملتوا القلب. بس المهم خلينا ندخل بقى في الفيديو الحلو ده. عملنا استابليه بالتزيين اللي احنا شايفينه ده، والتزيين بقى ده حاجة ترجع لك طبعا، سهل ومش هياخد مننا يعني بعض الوقت في التنفيذ. وتعالوا بينا على الفيديو. وكالعادة هنشتغل على الدقيق، لازم يكون منخول، ده أساسي. هننخل كيلو دقيق، أنا هشتغل على كيلو، تقدري تعملي نص الكمية أو ربعها. هحط ربع معلقة صغيرة ملح على الكيلو بعد ما نخلناه، ومعلقتين كبار كاستر أو معلقتين نشا. تمام كده. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض ونركنه على جنب. هنروح بقى معانا 2 بيضة، عليها معلقة صغيرة فانيليا سايلة، وعليها معلقة صغيرة قصنص حليب. لو مش موجود هتكتفي بالفانيليا السايلة. ونروح على الزبدة. الزبدة عشان اليوم ده كان حر، انا خرجتها من التلاجة 600 جرام زبدة. تمام. لو في الشتاء هتبقى بدرجة حرارة المطبخ، في الصيف درجة حرارة التلاجة. بصوا هي متماسكة إلى حد ما، مش جامدة. ومعانا 250 جرام سكر بودرة، أكتر من كده هيبقى مسكر. تمام، فهو 250 جرام حلو قوي. وفي بولة العجان هننزل ب600 جرام زبدة، وهنجيب المنخل عشان ننخل السكر البودرة اللي هما 250 جرام. وضروري ننخل السكر البودرة عشان بيبقى فيه تكتلات. بصوا، فلازم نمرره على منخل الأول. هناخده بقى على العجان، وطبعا السلاح الكف اللي هنشتغل بيه عشان الزبدة ماسكة نفسها شوية. لفت أول لفة معايا كده، وهنزل الجناب عشان الزبدة كلها تيش وتندمج مع بعض. هلفها كمان لفة. أنا عملت الحركة دي 3 مرات، بس خلي بالك ما تبالغيش في ضرب الزبدة، لا تكوني لسه بتبتدي تعملي معجنات أو سوري بسكوتات قريب، فالزبدة تنزل ميتها وتبوظ منك. بص خليكي حريصة يعني، وعينك كده تبقى ايه هي ميزانك. بصوا هاشت معانا اهي وبقت بالشكل ده. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. لو بلغتي في الضرب ونسيتيها بقى ورحتي بعيد ولا مشيتي ولا سرحتي، هتخرج ميتها وتبوظ منك. ومعانا البيضتين، هننزل بأول بيضة تختفي، ننزل بالبيضة التانية، وهنزل برضو الجناب واديله تقليبة عشان البيض يندمج مع الزبدة. بصوا هي هايشة حلوة اهي. هننزل بقى بكمية الدقيق اللي احنا عملناها. وهنا مش هنعجن، لو بلغتي في العجن هيعمل عرق معاكي وهيطلع مش ناعم، هيطلع ناشف ومش هيبقى حلو معاكي. بصوا يا دوبك انا لميت العجن ده اقل من دقيقة بالعجان. لو انت بتلمي بايدك هتلمي بطراطيف صوابعك وما تعجنيش، يا دوبك المواد كلها تتجانس مع بعض وخلاص كده. خلاص كده. هناخد بقى لو احنا بقى في الصيف هتدخلي العجين ده التلاجة لمدة ربع ساعة يرتاح او نص ساعة، لكن احنا في الشتاء برضو فهنشتغل فيه على طول. بصوا انا عايزة اوريكم هنا ان العجينة بتتقطع ازاي. لو لقيتيها بتمط معاكي يبقى كده عملت عرق والعجينة مش هتبقى حلوة معاكي. انا هغطيها بقى واخد حتة نشتغل فيها. ويلا بينا. هنفتح كيس تلاجة ومش ورق زبدة، عشان ورق الزبدة بياخد من المادة الدهنية اللي في العجين. هنفردها بقى كده بسمك تقريبا نص سنتي، انت هتحسيها يعني، مش عايزينها تخينة ولا خفيفة. تمام. هقطعها بقى بأي قطعات انت حباها، وهيبقى سهل اوي ان انت تشيليها عشان الكيس بتاع التلاجة اللي احنا حاطينه تحتيها اهو. هنحطه بقى في الصاج اللي هنشتغل فيه على طول. وخلي بالك لو احنا في الصيف، الصاج اللي تخلصيه تطلعيه تحت التكييف او تحت مروحة او بعيد عن المطبخ عشان الحر.
حطيته في الصاج زي ما احنا شايفين كده. هتعملي صف سادة وصف هنخرمه من النص او هنقطعه بقطعه من النص. حلوة هنخرمه دي. هنقطعه بقطعه من النص ونشيل الحتة اللي في النص، يبقى صف سادة والصف المتقطع. هنحط الاتنين فوق بعض. هنشيل بقى بالسكينة كده الجزء اللي احنا قطعناه. سهل قوي قوي. تقطعيه وهو في الصاج، عشان لو قطعتيه وهو على الكيس مش هتعرفي تشيليه كويس. تمام. هخلص الصاج القمر ده واطلعه بره انا عندي البار بعيد شويه عن المطبخ فهحطه عليه. وهنعمل باقي الاشكال مع بعض. تعملي بقى قطاع قلب، قطاع بعصفوره، قطاع مثلث، اي حاجه عندك اقطعي بيها. انا عملت الورده وعملت قلب وعملت نجمه ودواير. بصوا اهو. هنعمل هنا بقى الميني تارت، قطعة عجينة صغيرة وهنسكنها في الميني تارت بالشكل ده، وعلى الحروف اللي هيطلع هنشيله بالشكل ده ونخرمه بشوكة عشان ما ينفخش معانا وهو في الفرن زي ما احنا شايفين. عملت كل الكمية. هنركنها بقى على جنب ونبتدي في الصاج الاولاني. طبعا الفرن لازم يكون متسخن قبليها ب10 15 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. هندخل الصاج هيقعد 15 دقيقة. كل 4 دقايق كنت بطلع الصاج ألفه، أدخل الصاج ألف الصاج من بره لجوه لحد 15 دقيقة. كنت واقفة بالساعة بتاعة التليفون. طلع معانا بالشكل القمر ده. بعد ما طلع بدقيقتين هزيته كده عشان أحرك البسكوتات من الصاج. بس كده بقى زي الفل وجاهز معانا. عملت بقى بقية السجان اللي معايا، وكمان عملت الميني تارت دخلته قعد برضو 15 دقيقة. خد الشكل الحلو ده وهو دافي. هتقلبيه مش هياخد منك اي حاجة ولا تضغطي عليه ولا اهو. بصي بيتقلب بكل سهولة زي ما احنا شايفين. وخد اللون القمر ده وما شاء الله زي الفل. متنسوش بقى اللايك لو سمحتوا. هنركن بقى ده على جنب. وهلم انا السابليه في علبة محكمة الغلق حلوة. تمام. عشان انا ما كنتش ازينه في نفس اليوم، فلازم ما يدخلوش هوا ولا عشان ما يرطبش معاكي، يفضل مقرمش وطازه زي ما هو. هنروح بقى بعد كده نزين. انا هنا الشوكولاته البيضاء حطيت عليها 40 جرام زيت، والشوكولاته البني حطيت عليها تقريبا 70 جرام زيت. انتي خليها 60 جرام زيت بس، ده على نص كيلو شوكولاته. يعني 60 جرام او 40 جرام اللي فاتوا على الشوكولاته البيضاء ده نص كيلو. تمام. وبتطلع جامده ومتماسكه وزي الفل. هروح بقى انا دخلتها الفرن الميكروويف على فكره 30 ثانيه واقلب واطلع، و30 ثانيه واقلب لحد ما خدت اللون. انا هنا الميني تارت لازم اساسي تحطي له شوكولاته بالشكل ده، يا اما بيضه يا اما بني، عشان لما تيجي تحطي عليه اي حشوات انت حباها ما يرطبش معاكي مهما قعد. تمام. انا هعمل كل الوحدات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهنركنها على جنب لحد ما الشوكولاته تنشف عليها. هنروح بقى للاشكال الحلوه اللي انا كنت عاملاها بتاعت الشوكولاته عشان نزين بيها السابليه. الفيديو ده انا عاملاه لوحده على فكره، موجود برضو لو عايزينه انزله لكم. وهنا جبت الورده اللي كنا عاملينها السابليه، واحط عليها نقطتين شوكولاته كده في النص، واحط عليها الشوكولاته دي معموله باشكال ترانسفير، وليها فيديو زي ما قلت لكم لوحده، ممكن انزله لكم في الفيديوهات اللي جايه. عملت الشكل ده وفي اشكال كتير قوي ممكن تعمليها. وادي شكل تاني. هنحط الشوكولاته من تحت ونحط ده الشكل بتاع الشوكولاته. الشكل ده انا عاملاه على ايدي مش ورق ترانسفير. تمام. وادي واحده تاني هنحط برضو الشوكولاته بالشكل ده، والقلب ده هنحط شوكولاته في النص والجزء اللي هو مفتوح من فوق، ونغرقه في الشوكولاته ونصفيه ونطلعه. لازم وانتي بتطلعي الشوكولاتات دي تحطيها على ورق زبده او
كيس تلاجة عشان لما تيجي تشيليها ما تتكسرش او تلزق معاكي في الصاج اللي انت بترصي فيه او الصينيه اللي انت بترصي فيها. تمام. ده كمان جليتر غذائي انا عاملاه في البيت، برضو ليه فيديو لوحده لو عايزينه انزله لكم ان شاء الله. حلو جدا وعامله كذا شكل منه، تقريبا 4 اشكال، تقدري تزيني بقى زي ما انت عايزه. انا حطيت الشكل الازرق ده، عامله منه اصفر واحمر واخضر تقريبا والازرق، وحطيت بندقه في النص. وادي شكل تاني هنعمله برضو بالشوكولاته البيضاء، وهحطه على ورقه الزبده. وهنعمل برضو اشكال بالشوكولاته البني بنفس الطريقه اللي عملناه في الشوكولاته البيضاء، هنعمله في الشوكولاته البني، ونصفيه بالشكل ده ونحطه على ورق زبده او كيس تلاجة. طلع بالقمر اللي احنا شايفينه ده. بصوا الجمال بقى. التزيين بقى دي حاجه بتاعتك انت على ذوقك، زي ما تحبي زيني. وكيس بقى فيه شوكولاته بيضه مسيحينها برضو، وهنديها رشه عشان نكسر البني ده. وهنا ده جيلو مانجا او جيلو فراوله، وجيلو فراوله تقدري تحطي مربات مادام انتي حاطه شوكولاته، المربى مش هتضطري البسكوته معاكي، فانا قلت احط جيلو مانجا اسهل يعني. والطرد خلاص نشف اهو. هنا بقى تحطي اي حاجه انت عايزاها. انا كنت عامله كريمه رافاييلو وكريمه بيستاشيو اللي هي الفستق، وبرضو ليها فيديو ان شاء الله انزله لكم في الايام الجايه. تحفه جدا واقتصاديه جدا وحلوه قوي. تحطي بقى او تحطي عليها مربى او نوتيلا او شوكولاته او جناش زي ما تحبيه. هوزع بالشكل ده، وعندي فستق هحط وحدات فستق عليها من فوق بالشكل ده. وباقي التورت هنحط عليه كريمه الرافايلو، وحطيت عليها بندق زي ما احنا شايفين كده. طلع معانا بالشكل القمر ده. بتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه من الفيديو، ومش هتتعبوا يا جماعه لو حطيتوا لايك لو تكرمتوا. شكرا جزيلا حبايب قلبي.